عملتوا كمان أو أنتوا بتخططوا، مش عارفة وصلتوا لفين يعني، للكوك بوك. إيه احنا فكرة شغالين الكوك بوك؟ حاليا على كوك بوك لاسنا يعني لان احنا عملنا توثيقي. دورة تانية للمسابقة بتاعت الطبخ السنة اللي مم. اتعملت تحت مشروع تاني، وحاليا بننتهي من التوثيق وشغالين على فكرة كتابة التكست نفسه والتصوير والإخراج التصميم البصري للكتاب، فنتوقع إن شاء الله يمكن خلال سنة أو حاجة إن شاء الله يصير. إن شاء الله. طيب إيه كمان بقى موضوع ورشة الخشب؟ ورشة الخشب هي حاجة يعني ورشة خشب وبيشتغل فيها ستات، أنت عملت الحكاية دي إزاي؟ طيب في حاجتين. نمرة واحد إن قطاع السياحة عامة في مصر مفهوش عدد كافي من السيدات بيشتغلوا فيه بالذات في الصعيد. يعني عالميا عدد السيدات اللي بيشتغلوا قطاع السياحة ممكن يزيد على النص. مصر العدد ده أقل بكتير أوي، ولو دخلنا في الصعيد الموضوع بيبقى أصعب. يعني احنا لما عملنا بيربا اللي هو الكونسيبت ستور بتاعنا في اسنا، وحاليا موجود في الأقصر وموجود في مرسى علم وموجود في كذا حتة، اللي واقفين فيه سيدات، ودي كانت أول مرة تقف واحدة سيدة في محل في اسنا، وبعد كده بقى في الأقصر وإلى آخره. لما اشتغلنا على المطبخ السيدات طبعا السيدات هم الأساس فيه، ونفس القصة في ورشة الخشب. والفكرة كلها إن إحنا إزاي نوجد، لأن إحنا اللي اشتغلنا عليه أحد الحاجات كانت المهمة في المشروع ده، إن إحنا عملنا زي حاجة اسمها دراسة سلاسل القيمة اللي هي السياحة الثقافية في السوق. ودي دراسة اتعملت على المستوى المحلي إن إحنا نفهم إيه الفرص، إيه الحاجات المفتقدة في التجربة السياحية، وإيه الفرص المتاحة للمجتمع إنه يقدر يشتغل عليها، بالذات كمان للسيدات في القطاعات دي. فكذا قطاع منهم الاكلات، منهم الريتيل او دعم التجزئه في المحلات التذكارات الى اخره والبازارات، ومنها الحرف التقليديه. واحنا مدخلنا كان الحرف التقليديه مختلف شويه، لان احنا كان في البدايه في المشروع كده احنا شفنا ايه الحرف اللي موجوده هناك في اسنا وازاي نطورها كده. وده ما نجحش قوي، لان احنا لقينا نفسنا بعد فتره ان احنا اشتغل على حرف ممكن نكون بنتنافس مع مناطق مجاوره لينا احسن مننا بكتير جدا، ممكن نقعد سنين عشان نوصل للمستوى بس اللي حد جنبنا بيشتغل بيه. طب انا ليه اتنافس معاه؟ طب انا نتكامل مع بعض ونشوف ايه اللي انا اقدر اعمله هم ما بيعملوش، وهو العكس يا اخي. فابتدى مفهومنا شويه التعامل مع الحرف يختلف شويه النهارده. يا اما ان احنا نتكامل مع حاجات جنبنا، يا اما ان احنا نطور صناعات ابداعيه مبنيه على او مستلهمه من التراث نفسه بتاع المكان. في المرحله الاولانيه من المشروع اشتغلنا على ان احنا نجرب هل السيدات يقدروا ان هم يبقى ليهم دور في حرفه زي حرفه الصناعات البيئيه مستلهمه من الخشب ولا لا. ونجحنا نجاح مذهل. يعني خلال 4 ايام السيدات انتجوا قطع ممكن تعتقد ان الشباب ده بقاله سنه تقريبا بيتعلم عشان ينتج قطع بهذا الشكل. النقطه الثانيه كان مدخلنا فكره ان احنا يعني هم جم ازاي؟ انت قلت لهم عملنا اعلان عملكوا اعلان؟ السيدات الراغبات في ان هم يشتغلوا في الحرفه دي تقدموا، يعني تقدم لنا سيدات. لما دخلنا المرحله الثانيه من المشروع ابتدينا ان احنا ندرب عدد اكبر من السيدات وندربهم على مهارات يمكن اكثر تقدما، منها حاجات التطعيم، منها حاجات اعمارهم قد ايه تقريبا يعني؟ لا متفاوته جدا، في كم من 20 سنه لغايه 50 و60 سنه، يعني كان في اعمار كتير. فكانت الفكره ان احنا ازاي نبني على تراث اللي موجود ليه دعوه بالخشب في اسنا، لان هو شبه الناصر بالرغم ان هي حاجه يعني ثريه جدا، وان السيدات يبقى ليهم دور في هذا الموضوع. تطور ده لان احنا ابتدينا نبني براند اسمه كاروت. والفكره من البراند دي ان هي اسمها كاروت اللي هي جايه من الكا اللي هو القرين اللي هو في الروح بالاسم المصري القديم. احنا عندنا بيربا اللي هو الكونسيبت ستور اسمه بير اللي هو الجزء الثاني من الروح، والبا هو اسف البير اللي هو البيت، والبا هو الجزء الثاني من الروح. هو كلمه بيربا تعني بيت الروح، وكانت بتطلق على المعابد في او المناطق المقدسه هنا في مصر. والكا الجزء الثاني استخدمناه لعلاقته بجذور الصناعه دي نفسها موجوده عندنا، فبقى اسمها كاروت. ف والفكره ان احنا نخلق براند او علامه تجاريه ليها علاقه بانتاج الخشب ده، وهو انه ليه قصه، ان هو مستلهم من التراث بتاع المدينه نفسه، ان الستات هم اللي بينتجوه، وان هم شركاء في الكيان ده. ودي نقطه تانية احنا بنشتغل عليها، ان ازاي نخلق شراكات مجتمعيه موجوده
فبالتالي اصبح النهارده عندنا هذه البراند اللي هم بينتجوا هذا السنه دي ان شاء الله هنفتح محل اليوم في اسنا باذن الله، مم. بحيث ينتج المنتجات دي، المنتجات بتاعتهم بتتباع في اماكن تانية. مم. فاصبح لهم صفحه دلوقتي على انستجرام وعلى فيسبوك الى اخره. لو انا بتصور يعني انه الستات وفي الصعيد وبيشتغلوا في أوكرا وبيشتغلوا في مصنع الخشب هم يعني مش هم بيقودوه. بيقودوه. اه يعني كل الرجالة بتعمل التيك ايه هناك؟ كل المفروض سيدات في الحياه. يعني هل كرهوك مثلا انك انت ان الستات هم اشتغلوا لانه يعني احنا في الصعيد برضو ولا متقبلين طبعا في البدايه احنا برضه بنبص للصعيد من خلال المسلسلات. هو الصعيد يعني هو عايشين في العصر اللي احنا فيه، يعني السيدات ليهم دور كبير جدا في الصعيد من زمان على فكره. وفي طبعا منهم اللي لقى صعوبات في ان هو يقدر ينزل ويشتغل الى اخره، ولكن انت لما بتوفري بيئه عمل امنه وتوفري بيئه عمل جيده للناس، الناس بتطمن. يعني تحس ان هم في مكان محترم، ان بيئه العمل دي بتحترمهم وبيئه حقوقهم مظبوط الى اخره، وان هم مش مجرد بيعملوا، ان هم شركاء في المكان كمان. دي نقطه مهمه، يعني ان هم يبقى ليهم دور فاعل في حاجه زي كده. دي غيرت المفاهيم شويه، والناس شجعت بعض، يعني ابتدت تتشجع وتشوف ان في، لا بالعكس، ده الناس بقت مشهوره لا في التلفزيون بيتكلموا عليهم، في الجرايد والى اخره، بس كمان ناجحين والمجتمع بيحترمهم. واللي نجاحهم ده شيء طبعا. ولا زالوا متمسكين بتقاليدهم وكل حاجة. طبعا. إيه اللي يمنع فشل مشروع إسنا؟ يعني كما مثلًا يعني في مشروع قبل كده أخد الجايزة اللي هو بتاع الحديقة بتاعة السيدة زينب، ولكنه مع الإهمال ومع عدم الصيانة يعني أصبح مصيره يعني ما بقاش زي الأول. إيه اللي يمنع إن ده يحصل في إسنا؟ ما فيش حاجه تمنع مشروع انه يفشل أهو، يعني ممكن يحصل اي حاجه، يعني كل شيء وارد. إيه اللي عملتوه علشان ما يفشلش، ما يواجهش والله اللي احنا حاولنا نعمله ان احنا زي ما حكيت لك، ان احنا نشتغل على فكره ان احنا لو مش موجودين ايه اللي ممكن يحصل. يعني بمعنى ان النهارده، بص يعني باستثناء بعض المشروعات، ولكن الناس مش غاويه اذى للاذى، يعني فكره انه الناس بتروح لتوجهات معينه لانها مش شايفه ممكن تبقى بدائل تانية. بعض الاحيان ممكن تبقوا شايفين بدائل تانية برضه يروحوا لاتجاه خطا، بس هو الفكره ان انت النهارده. يعني أقصد إن أنت في حاجات أنت اشتغلت فيها فعلًا وتطوّرت حتى يعني كمباني، لكنها محتاجة صيانة. طب يعني مين بصي الدرس اللي احنا شفناه، يعني انت طبعا في حاجات خارج اطار قدراتك او حتى قدرات الناس اللي موجوده، هي حاجات دعوه بالحاجات هيكليه على سبيل المثال. يعني على سبيل المثال الموازنات بتاعت الصيانه بتاعت اي فاسيلتي او اي مكان موجود في مصر منفصله عن الموازنه بتاعت الانشاء. دي حاجه هيكليه في الطريقه اللي بنصمم بيها الموازنات في مصر. تمام. فانت ممكن يبقى عندك موازنه لانشاء خدمه معينه او مكتب او مكان ما، بس ما عندكيش الفلوس الكافيه ان هي بالصيانة؟ توصل. دي حاجه خارج نطاق قدرتنا على التاثير. إمم. تمام. في هل في سعيتوا في اجتهادات. تغيير هذا الكلام؟ بتسعى وناس كتير بتسعى والدوله بتسعى، كل الناس بتسعى، بس ممكن التغيير ممكن ما يحصلش بكره الصبح، بس على الاقل يعني ايه، في توجه لده. فاحنا دورنا مثلا المواقع الاثريه والتراثيه اللي اشتغلنا عليها، ما فيش موقع اشتغلنا فيه ما عملنالوش حاجه اسمها خطه اداره. يعني بمعنى بنشتغلنا مع المفتشين الاثريين اللي موجودين هناك ان احنا نوجد خطه لتحديد الادوار والمسؤوليات وايه اللي مطلوب ان المكان ده يستخدم. هل بتنفذ صوره كامله؟ قد يكون لا، لان النهارده في حاجات معوقات موجوده في الاداريه او قانونيه الى اخره. الى ان تصلح هذه الاشياء هتحتاج وقت. تمام. آه نمره اتنين، وده اللي كان مهم، هو الاعتماد على المجتمع، ان المجتمع نفسه يبقى مقتنع ان الحفاظ بصالحه. تمام. ودي نقطه في غايه الاهميه، لان النهارده احنا بنفترض ان الحاجه كده احسن، تمام، كمعماريين، او ان احنا لو حافظنا على المكان ده والله ده، بس احنا مش قادرين نوري المجتمع فايده مباشره من السياسات دي. تمام. يعني لو قلنا ان لو حافظنا على منطقه تاريخيه الناس هتستفيد، مش بالضروره تستفيد، ممكن تتضرر، ممكن يجي يحصل جنتريفيكيشن ان في ناس تيجي تشتري المكان ده وتطردهم ويروحوا في منطقه يمكن اكثر تدهورا من اللي كانوا عايشين فيها وحد تاني يستفيد. فممكن لفتره طويله جدا كان تواجد الناس بجوار اثر ده كان نقمه مش نعمه. ان انت النهارده ممكن اثر ده ينتج عنه
ان يبقى في مخططات لخطوط تجميل حوالين المرفأ إمم. الى اخره، وان الناس تبقى مش امنه في المكان اللي هي فيه. اللي احنا حاولنا نعمله ان لا، وناس كتير بيحاولوا يعملوه، ان هو يوروا ان التراث هو ممكن يبقى مورد، تمام، وممكن ان هو يبقى حاجه مفيده للمجتمع، بس هي الفكره ازاي ابرهن على ده بقى بصوره المجتمع قادر يمسكها إمم. وقادر يشوف الفيدباك عليها. إمم. يعني هديك كذا مثال. الفنادق خدنا وقت طويل جدا في اقناع الناس ان هي تتغير، والمحلات، بس لما ابتدوا يشوفوا ان في، لما التغيير ده حصل، قادرين ان هم ياخدوا عائد اعلى، إمم. وشايفين التقييمات بتاعتهم كمان لما احنا ابتدينا نوري لهم ان انت مش شغال في فراغ، انت في تقييمات على الخدمه اللي انت بتقدمها، وان انت لو ما حافظتش على مستوى معين من الخدمه دي، تقييماتك دي هتتدهور. ابتدى يبقى عندهم اهتمام شديد جدا بالتقييمات اللي جايه لهم دي ايه، إمم. تمام. فبالتالي اصبح عنده حرص هو لوحده، لان هو في مجتمع فيه تنافس، ان هو يحافظ على التقييم التقييم ده بصوره جيده، تمام. وتصيم على الجوجل اصبح احنا عندنا في فندق واخد اكتر من 150 تقييم على جوجل مابس، اللي هو واخد اللي هو بيت فور فلفل بوينت. لا لا لا، مش احنا خالص، مش أنتم. احد الفنادق اللي موجوده اللوكال هناك، واخد كام؟ اعتقد 4.5 او حاجه زي كده من 150 تقييم، إمم. واخد تقييم مرتفع جدا. فبيقرا كمان التعليقات بتاعت الناس، حتى بص ممكن يعلق على النظافه، يعلق على حاجه، فبيحسن، تمام. فتحسب التنافس ده مهم، تمام. وفكره ان النهارده يبقى في معايير للجوده دي، ويبقى في فندقين ثلاثه، وفي مطعمين ثلاثه، وفي بيوت كتير هتتطور، وفي 10 محلات بتاع، التنافسيه دي خلتهم النهارده يستمروا. منهم وإليهم. وفي منهم اللي خد مسار تاني، يعني اشتغل معانا ومشي في اتجاه، شاف ممكن ما بقاش ناجح بالدرجه الكافيه اللي كان ياملها، توجه فيه، طبيعي ان ده يحصل، تمام. بس الاغلبيه هي اللي ظلت على الاتجاه ده، ان هم النهارده ناس كتير مقتنعه ان اسنا بقت على الخريطه، مقتنعه ان هي ما تملكه من مقومات إمم. آه فأصبح بيحافظ عليها عنصر كما جذب يحافظ ليها، على بيته يعني. شايف ان فيها فرص موجوده بالنسبه له، وبالتالي قادر يستخدم هذه الفرص ان هي تحسن من مستوى اجتماعيا واقتصاديا الى اخره. ده الضمانه الاساسيه ان المجتمع يبقى هو اللي متبني ده في غيابنا. واحنا بنفخر دايما ان النهارده الناس بتحصل على تجربه كامله جوه اسنا إمم. في غيابنا، إمم. في الانتقالات من حد موجود من اسنا، المرشد او المرشده اللي موجوده من اسنا، الاكل، إمم. الشرب، الاقامه، التسوق، كلها بيقوم كل بيها اهل البلد، احنا مالناش إمم. دعوه بالموضوع ده، إمم. تمام. طيب. أنا قعدت في بيت فلفل وكانت تجربة عظيمة طبعًا، ولكن التوضيب نفسه بتاع البيت يعني هايل. هل بقى العمالة اللي وضّبت من جوّه إسنا؟ يعني من جوه اسنا، وهم اللي بيستعين بيهم ناس تانية دلوقتي بتوضب جوه في اسنا. يعني ده معمول يعني يعني مش عايزة أقول كمان الinterior حتى يعني كفاءة استخدام كل حاجة، الmaterials الquality of finishing يعني كويس جدًا، جدًا. فهل يعني ده مش موجود في كل لا، قرى مصر الحقيقة؟ هو ميدل اسنا. made in إسنا لا يعني ده ثمرة ان انت بتستثمري في المجتمع، يعني ان انت النهارده، احنا ده بيبقى متعب في الاول، يعني سهل قوي ان انا اجيب مقاول من مصر، تعالى خد اعمل ده وخلص ده وركب ده وبتاع، بس احنا في كل مشروعاتنا بنحرص ان احنا نشتغل مع ناس من المجتمع لكذا سبب. منهم سبب ان المجتمع يحس بفايده مباشره عليه اثناء المشروع، مش ان انا هوعدهم كمان 5 سنين الظروف هتتحسن. واللي هيشتغل كمان يعني انت من اول يوم انت بيدخل لك دخل من خلال العماله. احنا المشروع ولد حوالي 250 الف يوم عمل، بس ده عمله ربع مليون يوم. العماله الموجوده اشتغل معانا اكتر من مين اللي 450 بيعمل الف. الإحصائيات دي؟ احنا بنقيس الحاجات دي، لان هو جزء من قياس الاثر ان احنا نفهم احنا تاثيرنا ايه على المجتمع ده، تمام، وايه اللي بنعمله. ده جزء مهم، ان هو مش كده بقول لك البروسيس مهمه، ان انت، انا ممكن ارمم الوكاله في الاخر، هو ممكن بمستوى حتى احسن من اللي وصلت، بس القيمه بتاعت ان المجتمع اشتغل في ده دي قيمة هي دي مهمه بالنسبه لي. نمره واحد هي عائد مباشر لي، تمام، بس كمان استثمار في راس المال البشري نفسه، ان الناس يبقى عندها نو هاو او معرفه تخدم مجتمعها او غيرها او نفسها، تمام. يعني تقدر، فانا بحكي لك ان النهارده
لما حد بيرمم في بيت في اسنا هو ما طلبش مننا اي مشوره او طلب مننا اي حاجه، هو عنده الخبره الكافيه النهارده وعنده العماله وعنده الناس اللي تقدر تعمل ده بدون تواجد شيء ده، عارف هيجيب الخامه منين، عارف هيتعامل مع التأمين ده ازاي. دي قيمه مهمه جدا. ناس كتير من اللي بيشتغلوا النهارده في المشروع اللي بتقوم بيه المحافظه عماله اتدربت في المشروع وشافت فطبعا بيت فلفل التقنيات. ده اللي هو البيت الأصفر اللي بيبان في الصور ده، لا لا، بيت فلفل البيت طوب احمر و اللي جنبه وبلكونته زي الشجرة. طيب البيت جواه سلم، والسلم ده طبعا هو السلم ده قديم صح؟ اه يعني هل اتطور؟ هل يعني غيرت فيه حاجة؟ اتعملت، بس يعني القلبة الأولانية كانت منهارة تقريبا فرممناها، بس رممناها بنفس التكنيك بتاع هو الشكل بتاع البيت ده هو زي الأشكال بتاعة البيوت اللي هي abandoned خالص، اللي هي المهجورة، كان كده، كان زيهم؟ لا، هو كان حالته الإنشائية أسوأ بكتير، يعني أسوأ البيت كمان. اترمم طبعا، بس اترمم باستخدام نفس الخامات اللي موجودة، يعني مم. الطوب نفس نوع الطوب، نفس نوع المون. حتى الأرضية نفس القصة، بتبقى حاجة اسمها طوب ضفرة بتتعمل بالطوب، هي نفس التقنيات بتاعة البناء في اسمها استخدمناها هي. معالجة كل جزء في المشروع بتاع إسنا تم بطريقة مختلفة صح؟ يعني وكأنك بتعمل جراحة لجسد فيه أعوار، ولكن العوار مختلف من منطقة لأخرى. هل كان الكلام ده مظبوط؟ نسبيا يعني هي في رؤية شاملة طبعا، بس هي الفكرة هو المشروع عبارة عن تراكم لجهود صغيرة كتير، بس هي جهود صغيرة كتير رايحة اتجاه واحد، اللي هو ازاي نبني على المقومات بتاعة المكان ده، إنه يعمل نوع من التنمية اللي بتشمل المجتمع. مم. فبالتالي هي تراكمات لمشروعات صغيرة جنب بعض وجهود صغيرة جنب بعض أدت للصورة اللي احنا بنشوفها النهاردة في إسنا. مم. طيب هرجع بقى للجائزة، جائزة الأخان. طبعا هي جائزة عظيمة ومعروفة للمعماريين جدا، ولكن مش بالضرورة كل الناس عارفاها. ايه هي جائزة الأخان؟ يعني ايه أهميتها يعني بالنسبة لأي معماري؟ طيب، جائزة الأغاخان هي جائزة بتمنح لمشروعات متميزة في العالم الإسلامي أو في مناطق فيها مجتمعات إسلامية. يعني مم. ممكن في مشروع مثلا على سبيل المثال كسب في الدنمارك، كان بتاع بيورك انجلز، بس عشان بيخدم مجتمعات منها مجتمع إسلامي، فبالتالي هي في الحقيقة بتغطي نطاق كبير جدا جغرافيا. وهي كانت يعني أسسها الأغاخان الراحل سموه الأمير كريم أغاخان. وعمرها النهارده يعني يتخطى ال 40 سنة في الحقيقة. وهي بتعمل بمشروعات متميزة في النطاق الجغرافي ده، والمجتمعات دي بتركز على تحسين جودة الحياة والبيئة والمجتمعات اللي بيتم فيها إنشاء هذه المشروعات. وبالتالي يعني في كلمة شهيرة لمدير الجائزة، هو بيقول إن التميز المعماري هو حاجة معطى أساسي في أي مشروع بيكسب، لازم يبقى متميز معماريا، ما مم. فيهوش جدال. بس ايه اللي بعد ده؟ ايه اللي بعد التميز المعماري؟ مم. ايه الاثر او الحاجه اللي نقدر نتعلم فيها او الاضافه اللي بيضيفها هذا المشروع لتحسين جوده الحياه وجوده هي ايه أهداف الطبع. منظمة الأخان بشكل عام كده؟ لا، هي منظمه الاخان دي كيانات كتير جدا، مم. في شبكه اسمها اخان ديفلوبمنت نتورك كمان، شبكه ضخمه جدا، وهي فيها كيانات، فيها حاجه اسمها اخان بتعمل ايه؟ فاونديشن، بتشتغل في مجالات كتير جدا، بتشتغل في مجالات تنمويه اجتماعيه واقتصاديه وعمرانيه الى اخره. وفي اللي هي مؤسسة الأنخال للثقافة، هي بتشتغل على برضه ليها كذا مجال للعمل، منهم الجايزة يمكن دي من أقدم أنشطتها، اللي هي بحاجة اسمها برنامج المدن التاريخية، اللي هو اشتغل على مشروع حديقة الأزهر ومشروع الدرب الأحمر ومشروعات تانية كتير حوالين العالم، ليها مبادرة الأغاني للموسيقى اللي تحافظ على الموسيقى التقليدية في العالم الإسلامي إلى آخره. وهي بتعنى بالشأن الثقافي بجانب ليها دعوة بالعمارة وليها دعوة بالموسيقى وليها دعوة فقط بمؤسسة الأغاخان للثقافة. ثم ليهم مجالات أخرى للعمل زي أغاخان فاونديشن أو مؤسسة الأغاخان، بيشتغلوا على حاجات ليها دعوة بالتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ومجالات الصحة إلى آخره. فبالتالي هي مجموعة كبيرة وفيها كيانات ليها دعوة بالإقامة متناهي الصغر والتنمية الاقتصادية، بتشتغل في مجالات مختلفة في التنمية، وبتحاول بقدر الإمكان إن هي توجد نموذج لما نسميه بالتنمية المتكاملة، اللي هي جوانب عمرانية واجتماعية واقتصادية، وهم في الحقيقة رواد في هذا المجال. يعني
الهيستوريك سيتيز بروجرام او برنامج المدن التاريخيه من اوائل الكيانات اللي اشتغلت على ما يسمى بالتنميه العمرانيه المتكامله مم. في المناطق التاريخيه. فهم ليهم باع طويل كخبره في هذا النوع من الكلام. الجائزه احد هذه الافرع، تمام، واللي بتعنى زي ما ذكرت بيه ان هي تحتفي بمشروعات معماريه وعمرانيه فيها اضافه من ناحيه، باضافه ان تكون متميزه معماريا، ان هي تبقى بتضيف في مجال تحسين جوده الحياه والحفاظ على الارث الثقافي وتطويره الى اخره. طيب الجايزة دي في لجنة هي اللي بتقرر منحها يعني. مين بقى اللي بيختار هذه اللجنة نفسها؟ يعني على أي أساس لا، هي في نظام معقد. يعني هو ده اللي بيميز الجائزه في الحقيقه، ان هي من افضل الجوائز على مستوى العالم ومن اصعبهم اللي بتمنح لمشروع. هي بتمنح كل 3 سنوات مش كل سنه. وال3 سنوات دول هم الوقت اللي بتتطلبه الدوره الكامله بتاعه الجائزه. عشان كده الجائزه يعني صعوبتها جايه من المعايير المرتفعه جدا والتنافسيه اللي موجوده فيها، وان هي من الجوائز القليله اللي بيحصل فيها تقييم للمشروع على ارض الواقع. ومش كل المشروعات يعني مش كل الجوائز بيحصل فيها ده في الحقيقه. في الجائزه فيها مستويين. في حاجه اسمها الستيرنج كوميتي او اللجنه التيسيريه العليا اللي هي بيرأسها سمو العياخان، ودي بيبقى فيها قامات طبعا مهمه جدا يعني في من مجالات مختلفه في الحقيقه. ودي بتضع عايز اقول ايه، ليها كذا دور، منها ان هي تضع التوجه العام للدوره نفسها، بتركز على جوانب ايه، بتبص على المشروعات المرشحه، وبتتاكد من تطابق بعض المعايير، منها ان هي تمت في اما زي ما قلنا مرتبطه بالمجتمع الاسلامي سواء في الدول الاسلاميه او غيرها، ان هي انشات، ان هي تنفذها بالفعل، ان هي انشات قبل تاريخ محدد كل جائزه او كل دوره. حكيت لي على مشروع راحوا لقوه مش موجود أصلا وكان واخد جوائز. حصلت فيها البارات. وفي بعض المعايير الاساسيه اللي هي تنطبق بناء عليها بيتم ماشي في تضارب مصالح ما بين اللي بيقدم المشروع احد اعضاء لجنه التحكيم نفسها، وبناء عليه بيتم اختيار مجموعه كبيره من المشروعات. عشان دي في لبسه عند الناس ان سهل قوي انك ترشح للجائزه، يعني فكره حاجه، لانك لو انطبقت عليك المعايير دي فقط خلاص. هو اللي عايز يعني ياخد الجايزة دي يروح يقدم فيها يعني ولا يعمل إيه؟ لا، ممكن من خلال مش عارف اذا كان حاليا متاح ان الناس تقدر تتقدم مباشره او من خلال المرشحين، ولكن المرشحين موجودين في مصر في كتير، وفي اي حته كل سنه بيعلن يعني فتح الترشيح للجائزه. فمعايير انك تترشحي مش صعبه زي ما حكيت لك، لان هي لا تتعلق نهائي بجوده المشروع اللي انت بتقدميه او علاقته باي حاجه. هو ينطبق عليه بس بعض المعايير الاساسيه اللي زي ما ذكرتها، ان هو مرتبط بمجتمعات اسلاميه، ان هو يبقى انشئ بالفعل قبل تاريخ او انتهت مراحله الاساسيه قبل تاريخ معين، لان مفيش تضارب مصالح ما بين المتقدم او الجائزه او احد اعضاء لجنه التحكيم فيها. لو طبقت الشروط دي خلاص المشروع بيخش في الترشيح. تمام. فعاده بيبقى فيه من 400 ل 500 مشروع بيترشحوا كل دوره، اللي هم بيصلوا الى اللجنه الثانيه بقى اللي هي تعتبر اللجنه التحكيم العليا، تمام، او الماستر جوري. ودي لجنه بيراعى فيها توازن ما بين تمثيل دولي، يبقى في معماريين معروفين على المستوى الدولي، ستار اركتكتس يعني معروفين، وناس على المستوى الاقليمي تخصصات خارج نطاق العماره ليها علاقه بالفن بالفلسفه ايا كان، تمام، البيئه الى اخره. بس يبقى في توازن في تشكيل لجنه التحكيم. اللي بيحصل ان بيتم التحكيم على مرحلتين. المرحله الاولى بعد طبعا اللجنه التيسيريه بتوافق على الترشيحات اللي هم 400 500 مشروع. المرحله الاولى دورها ان هي من 400 500 مشروع دول يوصلوا لحاجه اسمها القائمه القصيره. ودي اصعب مرحله في الحقيقه، لان هو بتتكلمي على ان خلال يومين اللجنه المفروض ان هي تختار القائمه القصيره، هم 20 مشروع، ودي بتعلن في وقت من الاوقات، تمام. ولكن المشروع ال 20 مشروع يعني حتى من وجهه نظر لجنه او اداره الجائزه هم تقريبا على نفس المستوى. هم بيطرحوا افكار مختلفه بمستوى متميز جدا من ناحيه الجوده الى اخره. ولكن اللي بيحصل ان خلال الفتره ما بين اجتماع اللجنتين او اللجنه الاجتماع الثاني والاولاني، ان هو بيتم التقييم من خلال حاجه اسمها المقيمين الفنيين
او التكنيكال سايت ريفيورز، ودول ناس بيبقوا عندهم خبره كبيره جدا. دول اللي بينزلوا يزوروا المشاريع. لازم يروح يزور المشروع، والشرط انه ما يبقاش من البلد اللي بيقيم منها المشروع عشان ما يبقاش فيه اي نوع من تضارب المصالح. وده اللي بيميز الجائزه بقى فعلا. يعني انا اشتغلت كتكنيكال ريفيور في سنه 22، ودي عمليه ممتعه جدا لان انت بتغوصي بقى جوه المشروع، بيقرا كل وثائق المشروع بالكامل، بينزل يزور المكان لمده يومين او 3، بيتكلم ايه مع اللي كل اتطلب الناس. منك لما ترشحت؟ يعني قالوا لك هات بقى اوراق ايه، او هات مثلا تيبيكال فورمز، يعني حاجات حاجات انت كتير. بتقدميها على رسومات المشروع، الصور بتاعته، وصفه الى اخره يعني. لما بيجي المراجع الفني ده بيقابل كل الاطراف بقى اللي مرتبطه بالمشروع. المعماري بيقابل الكلاينت نفسه، يعني في حالتنا كان الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه، وزاره السياحه والاثار، ومحافظه الاقصر. قابل المستفيدين، الناس اللي ارتبطت بالمشروع، بيتكلم مع كل الاطراف. كان لازم نعمل له يعني زي برزنتيشن في القاهره على ايه المشروع نفسه، ايه الخلفيات بتاعته، بيتم في اطار ايه الى اخره. ولما راح هناك طبعا زار بقى يعني كذا موقع، مش اسنا بس، يعني زار مواقع في الاقصر الاخر. هو لازم يبقى فاهم المشروع ده بيتم في سياق ايه. يعني لان دي نقطه مهمه، لان وده شفناه يعني حتى في بعض الدورات الاخرى، ان ما هو عادي. يعني انا اتذكر مثلا في مشروع كان في تتارستان، كان كسب في سنه اعتقد 2019، وكان النقاش حواليه ان دوله تتارستان انشات 200 حديقه عامه، اشركت الشباب في تصميم. في بعض الدول ده عادي، تمام، وبعض الدول التانية لا، ده حاجه كويسه قوي والله ان الدوله بتعمل ده وفاتحه حدائق عامه للجميع. ده مهم ان الناس لازم نفهم سياق المشروع نفسه بيحصل فيه حاجات. انا كنت بشوفها، كان بعض الناس في لجنه التحكيم بتشوف ان هي يعني عاديه جدا. انا بالنسبه لي كانت حاجه مذهله في التصميم وبتاع، بس هم شايفينه حاجه عاديه خالص يعني. بس ممكن في السياق ده تبقى مختلفه، تمام. فدي نقطه مهمه لازم يدركها الريفيور، ان هو عشان ده بيتم في السياق شكله عامل ازاي. فبيرجعوا المقيمين للجنه التحكيم مره تانية في الدوره الثانيه للتحكيم، وبيعرضوا وجهه نظرهم للمشروع. هم في الحقيقه بينتجوا تقرير من جزئين، في جزء علني ده موجود واي حد يقدر يقراه، وبالتالي ده من احد الحاجات المفيده جدا في جائزه الاعشاب، ان انت عندك قاعده بيانات لحجم كبير جدا من المشروعات، في متوفر عنها معلومات جيده جدا. وفي جزء تاني ده تقرير على الارك نت، اللي هي الويب سايت بتاع مؤسسه انشاته مؤسسه الاغاني للثقافه. موجود التقارير دي، الناس بتطلع عليها، تمام، وعلى موقع الجائزه وعلى حاجات كتير. في جزء تاني اللي هو تقييم المحكم، ده ما بيتنشرش بقى، ده بيعطى لجنه التحكيم، وهي بناء عليه تجتمع وبتقرر بقى ان يعني ال20 تكنيكال ريفيور بيعملوا اجتماع، وكل واحد كل فيهم واحد بيعرض يعرض اللي هو شافه المشروع اللي شافه، وبناء عليه بقى يحصل بقى مداولات للجنه التحكيم. المحاكم تستمر حوالي اسبوع تقريبا، مرحله طويله يعني. بتتم المداولات لاختيار المشروعات اللي تفوز بالجائزه من ضمن ال20 مشروع. ممكن يبقوا 4 5 6 أيا كان. في حالتنا كانوا 7، لأن السنة دي كان أولا الوصول لقائمة قصيرة بالنسبة لنا، هو ده كان يعني حاجة شرف كبير جدا، لأن مصر ما دخلتش القائمة القصيرة من سنة 2004، تمام. فبنتكلم في 21 سنة احنا ما دخلناش قائمة قصيرة أصلا، مش الجايزة. والفوز طبعا كان ما كناش متصورين احنا هنفوز، لأن هو السنة دي كانت الدورة في غاية الصعوبة. احنا بنتكلم ان كان في مشروعات يعني سير ديفيد شيبرفيلد، حد زي فرانسيس كاري، يعني انت مدينه تبسم بتتكلمي مع ناس يعني اعلام في مجالنا، تمام. فكونك ان انت اصلا تبقي موجوده في نفس القائمه دي، ده في حد ذاته يعني شرف كبير جدا، فما بالك بقى تكسبي ده شرف لينا كلنا. طيب علشان برضو الحق اخد منك كل الحاجات اللي انت اتعلمت حفاظ عمراني فين؟ انا اتعلمت حفاظ عمراني في اثناء العمل في مؤسسه الاغاخان في الدرب الاحمر، لان هو زي ما ذكرت لك انا اشتغلت يمكن من سنه 97 ل 2010 مشروع الدرب الاحمر مع مؤسسه الاغاخان وحديقه الازهر. وبعد كده اشتغلت في مشروعات مع اليونسكو ليها علاقه بوضع خطط اداره لموقع القاهره التاريخيه كموقع تراث عالمي. ويمكن على مدى 18 سنه يعني الواحد كان عنده الحظ انه يحتك بخبراء يعتبروا ناس مؤسسين في المجال ده، معظمهم طلاينة في الحقيقة. والطلاينة عندهم مدخل منهجي جدا في التعامل مع الحفاظ العمراني. اشطر ناس. أنا من وجهة نظري أشطر ناس، يعني ده وجهة نظري الشخصية، يعني إن هم
هو في حاجه مضحكه ان ايطاليا من الدول اللي اتاخرت جدا في تسجيل مواقعها في كتراث عالمي. يعني هتلاقي ان في مدن كتير قوي عربيه من زي القاهره، صنعاء، ايا كان، اتسجلت كمواقع تراث عالمي قبل حاجات شهيره جدا في ايطاليا، مم. لان ده داخل في الدي ان اي بتاعهم. يعني الطريقه اللي هم بيمارسوا بيها التخطيط العمراني واتخاذ القرارات فيما يخص المدن. ودي نقطه في غايه الاهميه في التخطيط العمراني، ان هو مش مشروع، مفيش حاجه اسمها شعباز عمراني، هي عمليه مستدامه. تمام. It's running in the هي في الصراعات اليوميه، الشخص اللي بيقرر ان انا هحط يافطه على المحل ده ولا لا، ولا هتغير ستاره بيتك ولا لا، ولا هتكسر الحمام ولا بتاع. هو ده الحفاظ العمراني في الحقيقه، لان هو الحفاظ العمراني مش فكره ان انا اجمد المدينه، هي فكره ان انا ادير عمليه التغيير بطريقه مستدامه. تمام. لان المدن بتتغير. مدينه زي القاهره التاريخيه اللي احنا بنبص عليه النهارده في الحقيقه هي نتاج 80 او 70% من المباني التقليديه اللي احنا بنشوفها، هي نتاج القرن العشرين في الحقيقه. بس هي كانت بتتغير بطريقه فيها نوع من الاستدامه والسيطره على التغيير ده في اتجاهات معينه. لما بنفقد السيطره دي، المدينه بتبتدي ان هي تخرج او تحيد عن هذا المسار. فالطلاينه بالذات الموضوع ده عندهم داخل جوه الطريقه اللي بيديروا بيها. ما عندهمش جهاز الحفاظ على مش عارف مدينه روما، ما فيش الكلام ده. هي قرارات بتتخذ من اداره المدينه نفسها، وهي عمليه يوميه ومستدامه ومستمره. فبالتالي هم هو نظام قائم عندهم، طبيعي. فبتتعين من عندهم هذا الفكر، اللي هو فكر تراكمي وبطيء ويعني ومستمر، ومش مشروع هنقص شريطه ونفتحه ونمشي. تمام. هي حاجه مستدامه وجزء من الحياه اليوميه بتاعتها. فإذا طبعا الحفاظ العمراني هو أكتر جزء فيه مهم إنك تعلم الناس أو تخلي الناس هي اللي تقوم بالحفاظ. وانه يصبح جزء من الاليات اليوميه بتاعه اتخاذ القرارات في المدينه. ان هو تاني، عشان دي الحته اللي احنا بنبقى حريصين دايما على ذكرها. ممكن تروح الطوارئ منطقه، ده ما فيهوش مشكله، بس الصعب ان هو ده يبقى جزء من القرارات. اللي هو مهندس الحي بياخد القرار ازاي، بتاع الاثار بياخد القرار ازاي، الراجل اللي فتح محل بيروح لليل عشان يعمل الحاجه يعني. المشروعات دايما اللي بنشوفها كانت والاليات الناجحه اللي نجحت ان هي توجد اليات طويله المدى للتعامل مع القضايا اليوميه دي. ما تبقاش ان الموضوع في لجنه او ان هو يبقى جهاز او بتاع. ممكن تنجح في بعض الحاجات، بس اللي شفناه انجح هو ان ده يبقى جزء اساسي من عمليه اتخاذ القرار والتخطيط اليوميه اللي بتنادي بيه كل المواثيق. يعني ميثاق واشنطن في الحفاظ على المدن والمناطق التاريخيه، الهيستوريك اوربن لاندسكيبس او المناظر الحضاريه التاريخيه، اللي هو منهجيه اليونسكو في التعامل مع المناطق العمرانيه والحضاريه، كلها بتنادي ان ده يصبح حاجتين: انه جزء من عمليه التخطيط العمراني اصيل واتخاذ قرارات فيه، ونمره اثنين انه يبقى مرتبط بعمليه للتنميه المستدامه في المناطق دي. لما بيصبح ده حاجه كده داخله جوه النسيج ده، تمام، بتصبح من الحفاظ دي عمليه مستقره ومستدامه وبتؤدي نتائج جيده. طيب أنت قلت لي على التغيير المجتمعي والتغيير اللي حصل بسبب مشروع إسنا وكل ما تم فيه يعني على المجتمع والكلام ده. غير فيك أنت بقى ككريم، غير فيك إيه؟ خد مننا رعايات. لا، هو مشروع طبعا كان يعني صعب، يعني لان هو صعب مش من ناحيه المشكلات العاديه اللي انت بتقابليها. يعني في صعوبات زي ما حكيت لك، مشروعات موافقات مش عارف انك تقنعي ناس بحاجه. صعب من ناحيه ان انت توصلي يبقى عندك صبر انك الرؤيه اللي انت بتنادي بيها تبتدي الناس تتبناها بعد مثلا 14 سنه من العمل، يعني علمك 13 الصبر. سنه. هو الصبر ده اساسي في العمليه دي. انت عايزه نفس طويل جدا وثبات على المبدا، وان مفيش نتائج سريعه في المجال ده لو انت عايز حاجه مستدامه يعني. تمام. بس كمان هو الخروج بره الكومفورت زون بقى. يعني هو دي الفكره، ان الواحد يعني المفاهيم اللي هو اتبنت عنده كمعماري وكعمراني، وان احنا مش عارف هنطور ايه هيحصل ايه، ولما نعمل ايه يحصل ايه. كل ده مع الوقت انت بتكتشفي ان انت قدرتك على التاثير محدوده اكتر فاكتر فاكتر. ويمكن النجاح انك تبقي فاهمه ان قدرتك دي محدوده جدا. تمام. فبالتالي اقدر اعمل ايه بالقدره المحدوده دي قوي. تمام. ان احرك اكبر قدر ممكن من الاطراف في اتجاه واحد علشان يبقى التغيير ده حقيقي.
ده تطلب بقى ان احنا نبقى بتوع بيزنس، إمم. وان احنا نفهم نشتغل في مطعم ينجح، إمم. وان محلات تشتغل، ونفهم في الاندستري نفسها بتاعت السياحه، لان كنا متخيلين ان هي كان عندنا تصورات مختلفه جدا عن صناعه السياحه، في الحقيقه اتغيرت بالكامل. إمم. ف يعني فاحنا خرجنا منه بني ادمين تانيين إمم. المشروع ده، تمام، يعني تفكيرنا اختلف في حاجات كتير قوي. وان الواحد يبقى دايما منفتح ان مفيش حاجه اسطمبه او ريسبي او وصفه ناجحه ثابته للنجاح، ان انت هتعملي ده. في إمم. ناس كتير متخيله المشروع ده ممكن ناخده ننقله في حته تانيه، ده مش حقيقي، تمام. إمم. هو ليه ما لكن هتاخد على الأقل الفكر اللي هو مفاهيم، في مفاهيم بتتنقل، بس لازم إمم. هتوجدي صيغه نجاح لمكان تاني بصوره مختلفه تماما، لان ظروفه مختلفه يعني منهجياته مختلفة، والمجتمع اللي احنا بنتعامل معاه مجتمع تاني، يعني في مجتمعات مختلفة عن مجتمعات تانية. طبعًا. دي كلها كانت حاجات مفيدة بالنسبة لنا. فالفكرة الأساسية إن هو دي عملية طويلة المدى وعملية تراكمية، ولازم يبقى عندك نفس طويل وعندك صبر إمم. وعندك رؤية وإيمان باللي أنت عايز تعمليه ده، إمم. وتجتهدي بقدر الإمكان. وما نفعتش من السكة دي فهاحاول وهتفشلي يعني ونفضل نحاول. تاني، ممكن نفشل. هل تفتكر بقى بعد الجايزة وبعد كل النتائج اللي حصلت بسبب يعني نجاح هذا المشروع إن ده هيشعل التنافس ما بين معماريين تانيين ومخططين تانيين لإنهم يعني يتبنوا مشاريع مماثلة في الفترة اللي جاية؟ بصي، نتمنى ذلك. يعني هو يعني احنا لما بنقول ان المشروع ده، دي حتى حاجه كان قبل ما نشوف الكتاب اللي صدر عن الدوره دي، احنا كنا بنعتبر ان المشروع ده يعني رساله للامل، ان الناس يبقى عندها امل ان التغيير ممكن، تمام، التغيير ايجابي ممكن، بس هو محتاج صبر ومحتاج شغل كتير جدا، تمام، إمم. ومحتاج ان انت يبقى عندك يعني اراده، وانك تعرفي انك ما تقدريش تغيري لوحدك. يعني الناس اللي بتتخيل ان هي ممكن تستبدل الدوله او تستبدل المجتمع او لا تعمل ده مش حقيقي، مش تقدر. لازم الاطراف دي كلها تبقى معاك، تمام، ومؤمنه باللي انت بتعمله، والا مش هتوصلي لنتيجه يعني. وده مش سهل، يعني احنا مش بنقول ان انت ممكن هتروح تتكلم مع الناس، في الناس او المجتمع يغير رايه وبتاع، دي عمليه طويله جدا، تمام. ف اللي عنده طولة بال بقى اللي عندك ايد بقى ونفس يقعد بقى. فهو الفكره ان احنا كنا بنشوف ان ده مشروع ده، يعني يبقى عندك امل ان التغيير ده يحصل. إمم. فبالصدفه طلع ان الكتاب بتاع الدوره دي بيتكلم عن الاوبتيميزم او التفاؤل، تمام. إمم. ان لجنه هي كل لجنه تحكيم في الحقيقه كل سنه بتدور على ثيم معين جوه المشروعات، وده اللي الناس ما بتاخدش بالها منه بقى، إمم. ان المشروعات مش بتبص عليها كمشروعات فرديه فقط. إمم. لما بيختاروا 6 او 5 او 4 او 7 مشروعات ايا كان، لجنه التحكيم عايزه تبعت رساله ما، تمام. السنه دي كانت عن التفاؤل، تمام، ان المشروعات دي كلها بتودي ان في امل في بكره، ان إمم. يمكن ان الدنيا تبقى مختلفه عن اللي احنا شايفينه، ان في ممارسات بديله عن اللي احنا نعرفه، إمم. ان في حاجه مختلفه ممكن، وان في نجاحات ممكن تحصل، تمام. إمم. ودي كانت الرساله اللي بتجمع ما بين ال7 مشروعات دول. إمم. المشروعات بتتعامل مع تحديات موجوده في قطاعات معينه، وبتوري ان في سبل بديله للتعامل مع القضايا ايا كان، سواء في التحديات بيئيه، حاجه ليها دعوه ببيئه العمل، حاجه ليها دعوه بصناعه السياحه، بالمجتمع. في مشروعات كتير كانت بتركز على التعامل مع الفراغ العام الى اخره، إمم. تمام. فاللي احنا بنامله ان يعني ان ده يبعت رساله لناس كتير ان ممكن يبقى في حاجه افضل بكره، إمم. ممكن يبقى في امل لحاجه ممكن التفاؤل. تتغير. إمم. كل الناس التفاؤل الحذر، يعني تقعد يعني ايه، أوكي. تبقى سوزك. انا اعتقد ان الحاجه هتتغير بكره الصبح، بس يبقى في نفس طويل، لان هو فعلا دي احد المشكلات بتاعه المشروعات بتاعه عامه اللي احنا بنشتغل فيها، ان المدى الزمني بتاعها عشان قصير جدا، احنا مش بنحس بالتغيير. إمم. بس لو اي حد بيقيس التغيير ده على مدى، مش بقول ان ده اللي المفروض يبقى حاصل، بس لما تبص على حاجات في واقع 10 و20 و30 سنه، زي ما في حاجات اتدهورت، في حاجات اتحسنت، إمم. واللي في مفاهيم جديده بتظهر. طب إمم. لازم عندنا الرؤيه الواسعه دي شويه، عشان نعرف احنا فين من التوجه العام للتعامل مع إمم. المناطق ايه. يعني خلينا نديك مثال بسيط. انا لما كنت طالب في التسعينات، جامعه القاهره كانت من الجامعات القليله جدا اللي بتعترف ان في حاجه اسمها اصلا مناطق عشوائيه، تمام. أساسًا. يعني احنا كنا ممارسين وناس عامه والى اخره، إمم. تمام. بنعتبر المناطق العشوائيه دي مش موجوده اصلا، إمم. تمام. يعني كان الناس دي
كم مش مهمل كده ومش موجودين، إمم. واقفين راسنا في مش الرمل. معترفين بيهم أساسًا. والدولة كان يعني لما ابتدت تعترف بظاهرة العشوائية ده كان في التسعينات يعني. إمم. النهارده لا، انت عندك جهاز كامل زي صندوق التطوير الحضري تعامل مع القضيه دي بصوره كبيره جدا. إمم. الدوله وجهت موارد ضخمه جدا بقى النهارده مراكز بحثيه وجامعات، وما فيش مشروع في الحقيقه لفتره طويله جدا إمم. يعني منهج دراسي ما فيهوش تعامل مع العمران غير الرسمي. تمام. واصبح ان في توجهات النهارده مختلفه تماما عن اللي كان موجود في التسعينات وفي بدايه الالفينات الى اخره. إمم. دي حاجه من الحاجات اللي حصل فيها بناء قدرات حقيقيه على كل المستويات، على جوه الناس اللي بتشتغل في الدوله، المهنيين، الاكاديميين الى اخره، إمم. المجتمع المدني اللي بيشتغل، الجهات المنحه الى. بس لما تيجي تقيسيها على مدى 3 أو 4 سنين عمرك ما هتلاقي ان مشروع حفاظ عمراني او تطوير عمراني ايا كان إمم. او اعاده تاهيل نجح ان هو يغير الواقع ده خلال فتره تنفيذه. هي تراكم توجه، والتوجه ده عمال يتطور ويتحسن وده في غايه الاهميه. إمم. فكره التراكم دي فكره احنا بنغفلها، احنا عايزين نتيجه بكره الصبح. إمم. مش بيحصل. تمام. إمم. المقياس احنا على المدى الطويل بنتحسن ولا مش ده معناه ان احنا بنتحسن في كل حاجه ولا برضه بنسوق في كل حاجه. إمم. تمام. إمم. بس لازم عندنا النظره طويله المدى دي شويه. طيب الجُرنة قريّبة من إسنا، والجُرنة دي اللي هي عمل فيها المعماري العظيم حسن فتحي المشروع بتاعه من أكتر من 70 سَنة، و ده مشروع برضه كان بتمويل من الدولة. آمم هو يعني أولًا وصل فين المشروع ده ده دلوقتي؟ عايز قاعده لوحده. طب وفيزات بس. لأ، أنا عايزة يعني سريعًا، هو كان إيه سبب أصلًا اهتمام الدولة بالمنطقة دي أو بالإسكان في المنطقة دي في الوقت ده تحديدًا يعني؟ طيب هو الكلام ده منشور طبعا في الكتاب بتاع عمارة الفقراء بتاع حسن فتحي إمم. هو. هل هي عمارة فقراء فعلًا؟ لا دي ده جلسه جلسة أخرى. لوحدها. طيب خلاص. بس هو يعني قُل لي علشان سريعًا رجاله يعني كده. طبعا اسباب محركات المشروع ده معروفه يعني. إمم. اللي حصل ان كان في اهتمام. اولا في الثلاثينات حصل ازمه صحيه كبيره جدا، كان في وباء كوليرا انتشر في مصر، إمم. وحصلت حادثه لاحد السرقات اللي كانت موجوده في إمم. المعابر في البر الغربي، وبالتالي الدوله قررت تنقل مجموعه من البيوت إمم. تمام او سكانها لارض ملك كانت اعتقد ملك للدوله ساعتها هُم كانوا عايشين فين أصلًا؟ على الجبل. على الجبل. تمام. أوكي. ده مذكور طبعا بوضوح في دراسات آه. كتير وفي كتاب حسن فتحي. تمام. آه وحسن فتحي طرح ده لان هو طرحه من وجهتين نظر. هو كان بيطرح عمران، كان في وجهتين نظر في الوقت ده في الثلاثينات والاربعينات، إمم. ان تدهور الاوضاع المعيشيه نتيجه ودي ده جدل في غايه الاهميه. ان وتيموثي ميتشل كتب يعني شابتر مهم قوي في رول اوف اكسبرتس، كتابه على تجربه الجورنال. يعني هي احد الرؤى المهمه قوي ان احنا نبص لها بمنظور مختلف. ويمكن احنا اشتغلنا على المنطقه في 2010 بمنظور ثالث كمان إمم. ليه دعوه بالحق في السكن وقضايا السكن الى اخره. إمم. لو بصينا لها بمناظير مختلفه هتكتشف بكل التجربه دي هتشوفيها بطريقه مختلفه. إمم. بس باختصار حسن فتحي كان عنده طرح ان هو لو حسن البيئه العمرانيه للناس ظروفهم الاجتماعيه الاقتصاديه هتتحسن إمم. نتيجه الفقر اللي كان منتشر طبعا بعد ازمه الاقتصاديه في الكساد في الثلاثينات وانتشار الوباء الكوليرا الى اخره. وان ده اللي أدي. وكان في وجهه نظر ثانيه إمم. ان لا، ان في اسباب لغياب العداله الاجتماعيه والاقتصاديه اللي خلت الناس تعيش في الاوضاع المتدهوره. هل نتعامل مع اسباب دي ولا هي البيئه العمرانيه لوحدها كافيه؟ إمم. ان هي طبعا احنا كمعماريين دخلة البيئه العمرانيه إمم. ان هي ممكن تحسن مع طبعا بعض طرح الحلول اللي هي دعوه بالتنميه الاقتصاديه بغض النظر هي ناجحه او لا. يعني حسب ما إمم. طرح ده برضه في الكتاب. إمم. تمام. فالمشروع انطلق من هذا المنطلق. طبعا قابلته عثرات كتير في اثناء التنفيذ الى اخره. بس هو يظل فكره اللي الناس ما تاخدش بالها منه ان حسن فتحي كتب كتاب عمارة الفقراء ده او قصه قريتين تيل تو فيليجز تقريبا 20 سنه أيوه مضبوط. بعد التجربه نفسها. إمم. والاقيم من طب الكتاب ده من وجهه هل في نظري ال20 سَنة دول بقى الناس فضلت تبني بنفس الطريقة اللي كان بيبني بيها لا، هو ما حسن؟ كانوش بيبنوا بالطريقه دي. يعني هو بنى جزء من القريه اللي احنا عارفينه طبعا ان هو بنى ربع المخطط العام بتاعها، فما اقدرش احكم عليها تجربه ناجحه او لا لان هي لم تكتمل اصلا. أوكي. تمام. هي طبعا علامه فارقه في حياه. انا دخلت قسم عقاري بسبب إمم.
شغل حسن فتحي وتأثرنا بأفكاره وأثر فينا كلنا، ده حاجة ليس لها يعني مفيش جدال عليها كده. بس الفكرة إن المشروع ما اكتملش، وكمان الفكر في الوقت اللي هو اتطور في خلال 20 سنة ده على نقد الحداثة. حسن فتحي طبعا ليه قيمة مهمة جدا إن هو طرح الأفكار دي في وقت كان الحداثة دي مسلم بيها تماما. بس يعني كهي وانت كمان المشكله اللي انت لما بتقري يعني في خلال الفتره دي اللي بتفهمي الى قد ايه اليقينيات اللي احنا بنعيش فيها دي هزليه جدا يعني. الفكر اللي كان مسيطر في العالم التنميه مش دعوه بالعمران بقى ولا بتاع، ان العالم بيتريف مش بيتحضر. وده كان متاخد ان هو مسلم بيه، يعني زي ما النهارده بتقول ان العالم بيتحول للحضاره ومش عارف ايه وبتاع، وان احنا بنروح للمدن وعصر المدن وعصر البتاع. في الثلاثينات والاربعينات الفكر التنموي كان بيقول ان العالم بيتحول للريف، وان المدن دي هتختفي. تخيلي بقى، يعني كان حاجه عكس تماما اللي احنا ويقين، والناس بتشتغل على كده ومصر كان ليها تجربه مهمه جدا في التنميه الريفيه، وكل الشغل كان موجه مش تنميه من الحضاريه التنميه الريفيه. وكيانات كتير جدا من الدوله والمجتمع المدني اشتغلت على الفكر ده في الثلاثينات والاربعينات، وكانت بصوره متقدمه جدا يمكن في الوقت ده. فالاطار العام ده اللي حصلت فيه ظهرت فيه القريه دي كان في فكر ليه علاقه بمداخل مختلفه للتنميه الريفيه. احنا نعرف تجربه حسن فتحي كمعماريين، بس في مجالات علوم اخرى اشتغلت، منها علوم اجتماعيه ومنها حاجات ليها دعوه بالتنميه الزراعيه، اللي كانت شغاله في نفس المجال ده تمام، ويمكن عملت نتائج افضل بكتير قوي. في منهم ركزوا على المجتمع نفسه، ويمكن سابقه كمان لتجربه الجرة. فتجربه الجرة دي تجربه انا من وجهه نظري في غايه الاهميه، لانها نمره واحد هي اشتغلت في سياق ما حدش اشتغل فيه، ما كانش في ناس راحت عملت حاجه بهذا الحجم في الريف تمام. نمره اتنين بلاغه حسن فتحي في التعبير دايما عن ارائه، يعني انا قريت الخطابات بتاعت حسن فتحي، المراسلات بتاعته، وهي في غايه الاهميه في الحقيقه. هو كان شخص فوكل، يعني حد ما بيسكتش، اللي شايفه غلط بيقوله، بيعبر عن وجهه نظره بغض النظر تتفق مع وجهه نظر دي او تختلف معاها، بس حد دايما قريت الحاجات دي فين؟ متاحه على الاكلت، كان المراسلات بتاعت حسن فتحي موجوده منشوره يعني. ف وكان ليه افكار انا في غايه الاهميه في المراسلات دي، ليها دعوه بالفيرناكولار اركتكشر او العماره الشعبيه، ليها دعوه ما نسميه، دي يمكن اهم حاجه بالنسبه لي في فكر حسن فتحي، اللي هي الانتاج الاجتماعي للمسكن، حاجه اسمها سوشيال برودكشن اوف هابيتات. دي قضيه محوريه جدا، بيغطي عليها قضيه الشكل والستايل والنوع، بدي ام ولا اب ولا طينه ولا مش طينه بتاع. فكره ان المجتمع بينتج السكن بتاعه، دي قضيه كانت محوريه جدا بالنسبه له، وهو كان بيحاول يعملها، ممكن نجح او ما نجحش يعني كان، بس هي قضيه مهمه قوي بالنسبه له، قضيه ما زالت فاليد لغايه يومنا هذا يعني. ما زال عليها جدل يعني. اه طبعا، لان يعني انا من الناس المناصرين لهذا الموضوع، المجتمع ينتج الاسكان بتاعه يعني. فدي حاجه مهمه كمان هو طرحها، بس اختفت في السياق بقى اللغط بقى حوالين الأب ولا أبو وروحانيات والى اخره. بس فهي تجربه انا بشوف ان ليها جوانب كتير تم تناولها من وجهات نظر سواء مؤيده او معارضه، يكفي ان هي اثارت هذا الجدل واثرت في ناس كتير من انا منهم يعني. طيب اخر سؤال، عشان انا عارفه ان انت عايز تهرب. مشروع الحديقه اللي اتعملت في القاهره على كورنيش النيل، على شارع الكورنيش، اللي حصل فيه الجدل، وحصل فيه هجوم عليك، اللي هو بتاع الكاسرات بتاع دمياط. ده مش في القاهره؟ لا في دمياط. في دمياط. احنا كان لينا مشروعين في دمياط، يعتقد من حوالي 4 أو 5 سنين، كانوا اشتغلوا على فرج على الكورنيش في دمياط. الاثنين على النيل يعني، السياسة مش في دمياط، في عزبة البرج وفي دمياط. وهم كانوا مشروعين لتطوير فراغات عامة، و واحد منهم اقل شهره اللي هو عزبه البرج، لان هو جوه حديقه يعني مكتبه مصر العامه، والاكثر شهره كان حديقه بنت الشاطئ، اللي هي انا من وجهه نظري جزء كبير من مشكلتها كلمه حديقه، لان ما كانتش يعني على الاقل لما احنا رحنا ما كانتش حديقه، هي كان فيها فراغ عام على الكورنيش في مجموعه من الاشجار. المشروع ضاعف على الاشجار دي 5 مرات، بس احنا اتهمنا بقى ان احنا قطعنا شجر وقضينا على حديقه. طبعا يعني اتخذنا في سياق كان طبعا يعني تخوف الناس ان يعني تقضي على الفراغ العام الى اخره. وبوستات بقى على الفيسبوك ان انتوا لا كان شتمنا من مصر كلها يعني، مش
مش حد مش طنش حد. طب قُل لنا إيه اللي حصل؟ بس اللي حصل إن المكان ده لمّا اتطوّر هو ما كانش مستخدم أفضل استخدام ممكن يعني. ليه صور زمان في الخمسينات والستينات أو التمانينات كان مزروع النجيلة، بس في مشاكل كتير في المكان كانت موجودة، منها حُسن استخدام المكان كان نفسه. مزروع؟ كان مزروع نجيلة، بس إحنا لمّا نجيلة؟ جينا كان تراب يعني، لإن آه. هي النجيلة دي مش من الحاجات بس الناجحة أنت قُلت أوي. لي في حاجة اسمها التربة لأ، الغادقة. يعني هو المشكلة إن المكان علشان قُرب مَيّة النيل مباشرةً كمنسوب، إمم. نوع المَيّة الموجود فيه أو مستوى المَيّة ممكن يموّت أنواع كتير جدًا من الزرع، ففي zone معيّن أنتِ في الحقيقة ما تقدريش تحطّي فيه أشجار، أصلًا. هتموت أساسًا، البيوت إمم. بتاعتها هتتخنق إلا إمم. أنواع نادرة جدًا من أو قليلة يعني. أوكي. زائد طبعًا إن إحنا لمّا بننشئ فراغ عام في مصر، يعني إحنا بننشئه من وجهة نظر معمارية، تمام، إمم. بس بنُغفل هيتدار إزاي بقى، تمام، هل في النهارده في موازنات تكفّي إنك تحافظ على الكلام ده كلّه، هتعرف تصين هذه الحاجات والّا لأ، هتعمل إيه؟ دي نقطة مهمة دايمًا بالنسبة لنا في أي هي شغل فراغ حديقة عام. مفتوحة للناس يعني؟ لمّا اتصممت في الأول كانت مفتوحة بالكامل بدون أسوار، وبعد كده المحافظة قررت إنها تحط سور، ومع الوقت ثبت إن ده هو اللي حافظ عليها. دي حاجة ليها دعوة تاني بقصة الموازنة. إمم. النهارده بس عشان نبقى فاهمين اللي هو هتصرف منين على أنا الوصف؟ النهارده كجهة ما، محافظة أو جهةٍ ما، عندي مورد إمم. للفلوس. الفلوس دي بتروح للموازنة العامة، تروح لوزارة المالية في الحقيقة، إمم. عشان أعيد إن أنا أو أخصصها تاني للمكان ده، أو عشان أقدر بتمر بدورة صعبة تمام، أو معقدة ممكن ما نصلش إن إحنا نعرف نحطها دي تاني. فأصبح من السهل اللي إحنا بنسميه الlocal revenue retention، إن أنا أحافظ على العائد في المكان بتاعه، تمام. إمم. يعني أنتِ مثلًا لمّا بتخشي معبد الكرنك، الفلوس مش بتروح لمعبد الكرنك، تمام، هي إمم. بتروح لوزارة الآثار، السياحة والآثار، وبعد كده تروح لوزارة المالية، بس عشان أخصص فلوس ده أنا أغيّر لمبة في معبد الكرنك، أعمل حاجة باجيبها منين؟ ليها دورة مختلفة خالص، بنخصص لها ما بقى إيه، لهاش علاقة. أبواب تانية في الميزانية والكلام ده كله. فالنهارده عشان أصين الفراغ العام محتاج صيانة طول الوقت وإدارة وموارد والكلام ده كله، عشان أصونه الآليات الإدارية اللي عندنا لا تسمح بذلك، تمام. إمم. فصعب أي حد يقعد مكان شخص متخذ قرار هيلاقي إن هو ما عندوش أدوات كافية، تمام، إن هو يعرف يعيد الدورة المالية دي تاني. في بعض الحاجات بتسمح بده، بس مش هتدّي المستوى المطلوب من دلوقتي. فبيُصبح إن في النهارده إنِّك لازم ممكن تدّي حق إدارة هذا المكان للقطاع الخاص، أو إمم. شراكة مع القطاع الخاص، إن هو بيبقى عليه حقوق والتزامات، تمام، ليه حقوق إن هو بياخد جزء من العائد دوّة، بس ملتزم إن هو يصونه إمم. أشهر حاجة عندنا مثلًا إدارة الخدمات بتاعة منطقة الهرم إمم. وشركة أوراسكوم، إمم. هي بتديرها بتدخّل عائد بس بتحافظ واتحسنت على كتير. المستوى ده. إمم. لو أنا النهارده اديتها لجهاز حكومي، إمم. وأنا ضد فكرة بقى ده أصل هم فاشلين وبتاع، ده مش حقيقي، الناس عندنا كفاءات ممتازة جدًا وناس ممتازة، بس النهارده الدورة المالية دي صعب إن إمم. إحنا إمم. نعيد تعامل معاه. ضخ الموارد دي تاني جوه المكان عشان أصول، تمام. إمم. فالفكرة إن لمّا حصل ده في حديقة جنينة الشاطئ، كانت وجهة نظر المحافظ ساعتها، وأنا شايف إن هي يعني في الأول ما كناش مقتنعين بيها، ولكن لمّا شُفنا إمم. النهارده نجاح المكان نفسه، وشُفنا ده ليه، النهارده أصبح في حد ملتزم جوه المكان ده إمم. بإن هو يديره. إمم. هل أنا مع إن النهارده المكان الفراغ العام يبقى بتذاكر والّا لأ، أو لأ، على المدى الطويل المفروض الناس ليها حق في الفراغ العام، إمم. بس الفكرة إن إحنا عندنا واقع النهارده لازم هنتعامل معاه، وما نروحش للجهة الأخرى إن أنا ألاقي بقى المكان ده عبارة عن كله عبارة عن كافيهات، ويعني اللي بيدفع تذكرة جنيه أو 2 جنيه إمم. بيقدر يقعد في المكان ده، وعنده فراغ هو مفتوح يعني إحنا دايمًا لمّا حديقة الأزهر على سبيل المثال، لمّا كنا بنعرضها مثلًا على ناس من أوروبا أو حاجة، فبنقول حديقة عامة، وبعدين يطلع إن فيها تذاكر، إيه ده يعني إيه حديقة عامة فيها تذاكر؟ الconcept مش موجود أصلًا، حديقة عامة بالنسبة لهم معناها إن هي متاحة للجميع، بس أنتِ ما عندكيش المنظومة اللي تنفق على صيانة إمم. حاجة بهذا الشكل، إمم. تمام. نظام عامة بمعنى إن هي مش نادي، يعني إنه إمم. أي حد يقدر can afford، وطالما ما هي في متناول الناس كلها إمم. اللي يخش بيخش، هي مش نادي مثلًا المهندسين ولا إمم. مش عارف نادي X اللي الناس فهي أعمق أعضاء من يخشوه، هذا هي عامة من هذا المنطلق يعني. فدي ليها دعوة بالطريقة اللي إحنا بندير بيها إمم. موازنات الصيانة بتاعتنا والإدارة والكلام ده كله، إمم. تمام، إلى أن تتغير ده هيفضل الوضع ده قائم، تمام. فبالتالي أنتِ محتاجة دايمًا تبُصّي على الجانب ده. إمم. دي كانت وجهة نظر المحافظة اللي هي أدّت النهارده إن المكان ده أنا رُحت زُرته يمكن بعد 5 سنين بتاعه، لقيته مليان ناس، والناس مستمتعة بالمكان ومتحافظ عليه إلى آخره. إمم. ده دليل إن هو إمم. ما أهملش، ما تدهورش، أصبح مكان الناس بتخرج فيه بصورة
كبيره، ده علامه من علامات النجاح. افضل حاجه ممكنه ما اعرفش تمام، وهل ده الحل الامثل؟ لا، ممكن على المدى الطويل مش مظبوط. هو أكيد تمام. طبعًا إنه الدولة يعني تعيد تغيير الآلية بتاعة صيانة الأماكن اللي بيتعمل فيها مشروعات، أكيد هيساعد كتير. ده بس دي حاجه اكبر من فكره ان احنا النهارده بنتكلم على الحديقه او فينا او إمم. زي كده. دي ليها دعوه بالفصل ما بين موازنات إمم. انشاء المشروع إمم. وموازنات والصيانة. او الابواب المتعلقه بالاداره والصيانه الى اخره. دي إمم. حاجه قطاعات كتير جدا في الدوله شغاله عليها النهارده، ان هي تحاول توجد لها حلول. إمم. تمام. في حاجات نجحوا ان هم بس أنت في المشروع يحلوها. قعدت الناس وراهم النيل، يعني عشان في ميكروباص لا ميكروباص هيجي لهم من الشارع. لو الناس في حلمتك يعني أنا هنبقى قاعدين وباصين ورانا يبقى هو لازم مفهوم. هيبص على الميكروباص، هيبص على طيب أنا مش هاعرف أطوّل عليك أكتر من كده، لكن أنا طبعًا عندي أسئلة كتير أوي، يعني يبقى في مرة أخرى إن شاء الله. أنا مبسوطة جدًا إن أنت شكرا. قدرت تقعد معانا في تجهيزات دي ولا قاعدة اللعب. الصبح ناموا مننا خلاص بقى، انت لسه خلاص. شرفتنا الله. وأسعدتنا بالجايزة أنت وزملائك في تكوين، و... وأنا بشكل شخصي مبسوطة إن أنا اتعرفت عليك وقعدت معاك، انا اسف وأشكرك شكرا. ونورتينا في اسمه. شكرا. شكرا. شكرا.